انا خبعيني شكون اللي عندكم كانت رشيده شكون في العراشيده؟ هذا المشاهدين كنت مشيت لدارنا كنت لا نخليها خليها خدامه السلام عليكم يا اغلى متتبعين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ديالكم. وسمحوا لي بزاف البارحه كبرت، ولكن ما عرفتش والله ما عرفت شنو غادي ندير. قلت واش غادي نكمل لكم الفلوق تاعت الخاله اللي دار ليها الخال ديالي، الفلوق اللي دار الخال ديالي لخالتي وقلت ارى نشوف الراي نتاع المتتبعين ونسولهم، ومن بعد ديك الساعه نشوف شنو غادي ندير. ما بغيتش نخلي لكم على نيشان، ضروري ما نجي نطلع عليكم ونسلم عليكم ونوريكم واحد المفاجاه زوينه بزاف غتعجبكم وغادي تحتاجوها في اي دار غادي تحتاجوها. انا متاكده ما كايناش شي دار ما غاديش تحتاجها. اللي غادي يبغي خلينا نقول اللي غادي يبغي يصلح الاساس ديالو ويزين الدار ديالو بواحد الحاجه اللي هي رخيصه وبسيطه، واللي باغي عاوتاني يدير واحد اللمسه عصريه للدار، واحد النظره زوينه حتى هي مزيانه ليه. المهم كلشي هانتوما غتشوفوه معايا في هذا الاول الفيديو، وغنمشيو نيشان الفلوق ديال خالتي وما غاديش نطول عليكم. ونتمنى يعني تكونوا بصحه جيده وتكونوا بخير وعلى خير، وانتوما والحباب ديالكم ووليداتكم وجيرانكم علاش لا تا هما. نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير، ولا لا يخطيكم علينا. وشكرا لكم على الدعم ديالكم، كيف ما كتدعموني يعني وراكم واقفين معايا. بغيت ربي يوقف معاكم، واي حاجه خايبه في الطريق ربي يحيدها عليكم ويزولها علينا وعلى جميع المسلمين يا ربي اجمعين. وانتم معنا المشاهدين غادي تشوفوا المفاجاه. وكنتمنى من المتابعين الجداد ديالي اللي كيشوفوني يشتركوا في القناه وديروا لايك وفعلوا الجرس، وعلاش لا شي كومونتير اللي يكون زوين ونرد على الحباب ديالي وتردوا عليا ان شاء الله. والتفاعل ديالكم راه كيعجبني بزاف وكنحماق عليكم. شي فاش كنحط الحاجه وكنلقاكم كتفاعلوا معايا وكتردوا عليا، كنسطع عليكم مع عائلتي الثانيه، كنحماق عليكم حيت بصح راكم قرابين ليا. يعني وكنستغل انني ديك الفرصه فاش واحد الانسان اللي كنلقى راه عزيزه عليه وعزيزين عليه العائله نتاعنا كنرد عليه في التعاليق. يعني كيف تحسي بواحد الانسان قريب ليك راه كتهضري معاه وكيهضر معاك وكتجاوبي معاه. داكشي علاش واحد الايامات كنت كيعجبني ندير اللايف. درت واقيلا شي 3 مرات، واقيلا 3 ولا 4 والله ما عقلت. المهم يعني الصراحه عجبني الحال، يعني كنحس بكم قرابين ليا اللي واخا الصراحه راه حتى حليتها تتاكد نشوف بلي داكشي اللي فيها راه هو اللي بغيت، حيت انا راه حتى كنشوف الحاجه عاد كنتاكد عاد كنخلص. المهم الصراحه زوينه بزاف هاد المفاجاه هادي. غادي نوريكم، غادي تحتاجوها في اي دار غادي تحتاجوها يعني، والثمن حتى هو ديالها راه مزيان يعني وناقص يعني في متناول الجميع. بس نوريها لكم هاد الكوموند اللي لحقتني صغيره بحال مولاتها يعني واحد الحاجه اللي هي بسيطه وغادي تفك لكم بزاف د المشاكل. عرفتي بزاف د المشاكل غادي تفكهم لكم فاي دار. انا متاكده بلي غادي تكونوا محتاجينها. وكيعطيوكم معاها واحد بحال الشكل ماشي طابلو، ولكن هي بحال كتلصق يعني ما ديش تحتاجي انك يجي مسمار ولا تعلقي، كتكون طروادي. هذه كيعطيوها معاها كادو واعره الصراحه. انا كيعجبوني بالاخص هادو بوحديتهم وكيعجبوني بزاف صراحه. حتى اللون اللي صيفطوا ليا غزال. انا اصلا كنت شحال هادي خديت من هذا، خديت منهم كيجيو زويونين معلقين. بالاخص داك الترواد كيجيب لك نيت راها حقيقيه، راه نيت ملصقه راه حقيقيه الصراحه واعرين. وفيهم ديكورات اخرين
ولوان اخرين اللي غيجيو مناسبين ليكم بحال هكا البيوت نتاع الدراري ولا في دخل هذا الباب ولا شي حاجه كيجيو زوينين. وهذا هو اللي قلت لكم غادي يحل لكم كاع المشاكل، شي مشاكل اللي عندكم في الدار كامله غادي يحلها. هذا واحد الشريط، داك الشريط الذهبي واعر. شنو هي واعر؟ واعر عندك شي ديفو بحال هكايا الناس اللي كيكونوا يعني في الديور ديالهم كيتكالوا لهم من تحت ديك الثلاجه، ممكن دوزي لها هذا الشريط فكتحليه. انا نوريكم بحال هكا. المهم ها هو الشريط كما قلت لكم، ها هو راه فيه هنايا كيتحل يعني وكتلصقيه عادي، كيلصق نيشان. والله الا واعر بزاف. عرفتي غادي يهنيكم بزاف نتاع التماره. وبحال هكايا في الحيط كديروا فيهم بحال هكا شحال شكل هكا كارو، كيجي هكا مربعين، كيعطيو حتى الديكور فوق الناموسيه هكا في البيت. في اللي عندهم الصالون هكايا يعني ماشي يعني البلدي، الصالون البلدي داك الصالون العصري كديريه في الحيط، كتلصقيه في الحيط كيجي واعر. عرفتي مع فيها الذهبي هذا واعر. عرفتي الصراحه ما كرهتش نلصقها باش تشوفوا هذا كي كتجي في الديكور. والله الا كتجي فنانه. شوفوا الحيط خاوي، شوف باش كتلصق حتى واحد الديكور يا سلام. وكما قلت لكم هذا الشريط هذا كيعطي واحد النظره اللي هي عصريه وانيقه. يعني حتى الا كان عندك يعني شي حاجه اللي هي في سامبل كيعطي بحال داك اللون الحسير الخامي، يعني شحال من حاجه. يعني هذا اللون الذهبي ما كيخليش ديك النظره عاديه، وكيجدد حتى الاتات اللي عنده شي اتات بحال هكا قديم، بحال هكا شي فاز قدام كتعاودي دير تلوي عليه هذا الشريط هذا الذهبي هذا كيجي فن. الناس اللي عندهم المرايات في الدوش في الجناب يعني بداو في داك الجناب ديالهم كتلقاهم بداو كيتقشروا، كتعاودي تجدديه به. كما قلت لكم بلاكار، ثلاجه، يعني اي حاجه بانت لك قدامت شديه اختي هذا وجبديه ولصقي. وسهل في الخدمه، ما تحتاجيش انك يعني تكون شي حد اللي يعاونك. يعني غير بحال هكا انا بوحديتي راه نقادو، اي واحد ممكن يقادو. الدري صغيره لا عطيتيه راه غادي تقول لي عاودي. حتى الطبالي، اي طبالي حتى هو، حتى الطبالي كيجي زوين. كلشي طبله الا قدامت في الجناب كتعاوديه ليها. يعني تينفع والله الا تينفع. هذا ما يخطى حتى دار. كما قلت لكم اي حاجه شفتي فيها غتشدي هذا الشريط وغادي تعاودي تلصقيه، كيعطي واحد اللمسه خاصه ديالو. كيتا في النظره ما كتبقاش النظره باهته في الحاجه. والله الا عجبني. اللهم يرحم ويرحم على الوالدين. هيا هذا صبر. ما كرهنا بخاطر شي طبيعه وحشنا طبيعه راه شي ياك يجي غير هشام. وتتفلتي نعم بالحق تنكريت. عادي تعجبت معك. مرحبا تنسكت باش ما جبتش معاك العيب دابا. نقلب عليك كلشي لا معليش. كناش دار لي هذا المشاهدين. كنت مشيت لدارنا كنت تخرج من لا نخليها تهضر. خليها خدامه كنت خدامه وجيت عيانه مهلوكه وكا خلي سي محمد لمي صغير هذا سامي واش وجيت عيانه مهلوكه عطي عيني بدا باش نحل. وجيت عند مونا نطيح نتبدل السكان وهذا تيسحب لي حل فيا قال لي خيتي لا ما تقولي لا ما تخافيش. قلت له يا بغيت شي كوز تاعي ناض واش دار. حنايا كنا مشينا طلبنا من عند واحد السيد واحد الزريعه باش نديروا هذا الشعر. ماماكم عارفه دار الشعر اييه تدوخ. مشينا طلبناها وخديتها عند امك حتى نتعاونوا ندكوها ونغربلوها ونديروها بالزيت. هذا تباع غاليه حتى في الفرماسيه تتباع غاليه. صافي المشاهدين ما تسميهاش هذا دار الشعر. واه المشاهدين راه مكلخينش فاهمين. جاب هذوك ها ودارها لي مع الشكلاط وقال لي واك اختي كويز داتاي. هو علاش عطاني كويز داتاي؟ داك اتاي تيسخن معاه يلا الراحه معروخه. وانا نيتي والنيه ديالي ما بغاش تحيد مني من زمان ومازال فيا. ايوا شدي داك كويز تقول له ما قديش يقول لي شربي. تقول له ما قديش تقول لي شربي. انا قلت طلعت ما حنا انا قلت حن ما حنا طلعت له وبقيت اشرب تاعي وقفوا خشعق دابا تيلفوت وتصور
كنصوروا كنا تنحكوا على عباد الله كيتيبان لهم حتى كيكون بالي عرفتي بدا تيبان لي فيه تسمعي سمعي عندكم جايه مليا غلاضته كبيره وبغيت نمشي بحالي هما عاقوا بي انا ما عقتش بغيت نمشي للدار لكن بغيت تيتسناني وتيقول لها هذا واش ديها قلت زقعت ابو زبله ساقر هي واش كانت جالسه كتقول لي بغيتي تضحكني ولا لا ضحكت هي دارها شويه تكسقرات قلتي سيبني انت شربي انت امي اش ديري راه كيضحكني ملي بغيت نمشي تقول لهم راه جيت تشد طويل ماشي سجلي بشحال ولا فيها 56 عطينا الله يستر هذاك داك الضحك رجع عليا بحال اكتئاب ولا غمه صافي دقت بغيت نطنطج جبت الزيار صافي بغيت نمشي بحالي نمشي بحالي تقول لك قلت لا بغيت نمشي بحالي ضاعي انا نشتغل تحت في الزنقه وكتهضر ثقيله بحال الحمار واش كتسبق الاودينس غالي وما تخدع عرفتي ديك الساعه شربت الدواء غالي كيصبون عليك علاش سبوها ولا يعيط صافي واش كتقول تشرب الدواء حاجه اصلا ديالها وكتجلس ربي انا عرفت هذا واش شافني عيانه شحال يحن فيا جاب لي اتاي باتني وياه الدواء بغا يدير عاد كتفكر قالوا هشام كتخاف تموت تهزتي لي دابا انا باش داروا فيا عيانه مع صافي مع تيسخون حتى هو عافق هو البيت هذا تقول شنو يا تاي كيحيد العيا صافي دخلت نيتو تقالت تاع عياش كبرت بالي كبيره وجلستي ولا فايت كلشي قلت لا تنطيح نمشي بحالي تقول لي واش دوري واش ما قالك عقلك ما قال لي شافني عيانه وقبلي عاد بانوا البلاطي عمران انا بس لا استعناء ما تفليت ما قلناش البراهيم راه شنو قلنا لي باش تخلي بالك لا راه باش عطي خوك يلعب شنو ديك الحليب خلاص رديت خلاص عاد كل واحد الناس كتحيدو يلا واش شوف كتعرف انا صافي دخلت بيا الدنيا لا لا سيدي ما خرجش دار لك هو دوك كتبقى ديروا دوك الحسابات ودوك النزاعات كتصدقوا دوك الضحكات ما تسمعه والو ما كاين حسابات لا شوف بينا خيتي والو داك النهار هو غادي نشقالي وناشطالي وقال هادي راه دايخه مدوخه راه نضحكوا على هاد العشيه انت وهذيك اللي دارك بن سبعان وهادي جات خديجه هو وياه كنا ناعسين جاو عاونوني غسلنا الفيترينا وسيقنا وعييت وما بغاو ينوضوني باش كتشخر وداروا لي العافيه بين الصبع الكبير سبعان وسبع فهذيك اللي سبعان فتيله دابا عا كيعرفوني بتكون واهي وهي كدير واش داروا فيا عقله ماشي تخاطر انا ديالي انا تعصب بغات عيالنا بغات عندي واحد من المريضه ما بغاش نفك صافي عيينا هو فداوها بغات فيا عيالنا بارك الصيف وقلت لها درتي انا عقلي لا ما تجيبش تطلع هي سالي علاش شعت فيها العافيه قلت لها بحال ما بغيتش نجي بعدين تطلجا الزباين تاع خديجه هذه هي الصغيره في خوالاتها وشاف هي في الصيف ما هذا قلت له واش داك ما تعطي فيها العافيه قلت له في البلان صافي بغا يدوز ديك العشيه شافها قنطانه ديك العشيه ما هي قال انا نخوفك شي راه بلانا العافيه اللي فكرت رحمه شنو نديرو كرحمه زيد عليك واحد النهار عاوتاني جاو ياسين عندي اش داروا لي مشيت لك نزار طريقك شلضك خليوك تصوري خلوك تصوري على خاطرك كان صغير وياسين كان عادة تقولي لي الله تجيب بالك كبيره
يديروا 3 شهور حاجه رحمة كبيرة هتعملي عملية ديال تخاطر ديال عمو ابراهيم قال كيف والو انا عندي هذا الفلاس ديالكم مزاود كاين بنان بحال كان اكل بنان هذا غير البنان دابا نصاوب البنان يا عقل شجعت ديك حتى صوت ابراهيم وما رضاش ابراهيم انا راه ليه قال لي ما حاضرش حاضر ولا فيها النفخه قال لي انا كنتي يصحى يقول لي انا عارف واش عارف والله مسكين بدا كيضرب لنا ولاده انا كنشوف حمر مع ابراهيم صبر والله حمر اثنين عرفتي كيصوتوا مرضى عرفتي عليه تنظر فاطمه راه وصلات لا ماشي يحط كواري قال لي عادي ماشي شي حاجه ماشي شي ولا تقلب ولا قلبو غيسكت في الحرام شوف البنات قالت له زيد نسيبي كل بنات لا قال لها الحارة تقلش فيا تيقول شي قلت هذا انا ورك الحارة كذا تيقول لك لا تندير حرتك واش من الحاره هذا عليا ايوا تعالى مشاهدين نقول لكم السلام عليكم وتهلاو في راسكم ونتلاقاو في حصه جديده ان شاء الله يا ربي. اصدقاء يا اصدقاء اعتراكي الجمهور حدا من ورا الكاميرا غير ما قولي وقالك ديروا ابوني ابوني والله جبتهم جبتهم هكا جبتهم جابتهم بصبعه لا كيهم موطرهم ما تديرش لي الله جايه من الطريق انا تحت طريقه ما تديرش عليها ما قلت عندنا رجال مسكين راجع عندنا راجع عيان من الخدمه والله مسكين راه مازال ما شفتو والو وهشام طيريرة ماشي كريتو ميس طالياني لا ماشي حنا طاليان لا انتما اللي كنيتكم طاليان ماشي طاليان انتما حيدنا طاهرين ودرنا طاهرين حنا طاهري مالكي لا دايرين طاهرين نتوما طاهرين ماشي هاد العائله ثم الطاليان لا لا هي عاوتاني هي رباط وحده عمي طالياني عمي شنو انت حنا طاهري سلطاني هي جايه من طاليان باينه شكليه فريه فيها الشو شكليه فيها الشو طيراني ماشي بكري تسحبي من طاليان تعال قديم طاليان هي تجينا من الامور الدار تتقول لها طاليان ما عندكمش كنيه ديالي بحال ديالك لا تبان البار دابا كنيسك بحال ديال زواج رمضان انا كنهضر بزاف نقول يا زواقه الشركه ديالنا حنا حضراك زيدي معايا هذا دي جمالها دايره علينا دير عليكم كل حنا حنا مش قلبه حتى واحد باش تشيري واش ماشي والو حتى انا بغينا نبرتو دابا ربنا بغينا نبرتو والو ها طاهري ها طالياني تقريبا زطواتينا زمان عاوتاني راه كنيتنا الحقيقيه السلطاني عاوتاني دابا حنا راه حبابنا واخا راه يعني ولاد عم بابا راه ماشي نفس الكنيه عاوتاني وما كنيتهم السلطاني ايوا الحمد لله ياك بعدا كلشي السلام عليكم نتلاقاو ساعة الخير بعدا مناسب سلام قول بسلامة سلامة قول لا يعاود باقي الله يعاونكم الله يسركم اموركم والله يستركم والله يوقف معاكم مع هاد البنيه الله يستركم وما لا تبقاش راه خويا كيجاوك راه هما اللي كيدفيو هما اللي كيدفيو تحت البرد هو كيسحبني شي جنيه كنسيب
ديري انا خبعي لك شكون اللي سخن عاد كانت رشيده جات شكون في العراشيده؟ وهاد الشبكه كنفهم. عشتي يلا قولي لهم بسلامه طوبت عليهم السلام عليكم المشاهدين. يلا لا واش غادي يقولوا؟ سلامه يعني اللي في قلبنا كيكون على طرف لساننا صافي. يعني كيكون هذاك الجموع العائله ديالنا. ونتمنى شي نهار انني يعني ماشي شي نهار في اقرب وقت ان شاء الله نتمنى انني نمشي يعني نشوف عمتي. الصراحه توحشها بزاف بزاف بزاف، عزيزه عليا ومسكينه مريضه، ونتمنى لها الشفاء يا ربي. الله يشافيها ويعافيها ويخليها لوليداتها ووليدات وليداتها ويخليها لينا حتى حنايا يا ربي. المهم المشاهدين جيت بعدا نشارك معكم واحد الحاجه. خال ديالي خالتي فاطمه، خالتي كنقول لها حنا خالتي تيتيشان سمينا عليها، خالتي الحبيبه ديالنا لها اللي يخطيها علينا. والصراحه ديك اللمه والله ما سخينا بها، بالاخص مع خالتي رحمه. وتي كيفاش كتكون معانا، عرفتي انسانه اللي هي طيبه وبشوشه وكتضحك يعني كتهضر يعني هكا بتلقائيه، تحسي بحال اللي راه ما كاينش شي حاجز. واحد الانسان اللي كيهضر معاك شي انسان اللي كيهضر معاك وكيبقى مشدود، لا، بحال اللي على القلب اللي على طرف اللسان. يعني اللي